ارحب، السلام عليكم. أوجه رسالتي للجمعيات اللي تدافع عن المهاجرين الغير شرعيين، اللي تدافع عليهم بكل قوة وتفرض على الدولة إنهم تخلي لهم مكان يبنون فيه منازل ويستوطنون تونس الخضراء. تونس الخضراء منارة الإسلام. هذا مجرمين سفكين للدماء. هذا ما يقدرون في أي مكان يتعايشون مع الأقليات أو يتعايشون مع العرقيات الأخرى. ما استحيل. هذا الناس سفكين للدماء. هذا الأفريقي من المهاجرين الغير شرعيين اللي هم موجودين في تونس، هم غير نظاميين أو شرعيين، يدخل على محل تجاري ويسرق أموال 3000 دينار تونسي بالخطف والعنف على فتاة. بالخطف والعنف على فتاة يسرق 3000 دينار تونسي ويطاول على الفتاة ويعنفها ويأخذ الأموال. هل بربك هل هذا يقبل؟ لا يقبل. وأهل تونس ما يقبلون هذا الشيء. أهل تونس بشهامتهم وبكرامتهم، أقول تونس وأهل تونس يتحدون مع جيشهم ويتحدون مع أمنهم ضد الاستيطان اللي مفروض عليكم بالغصب من أوروبا ومن الجمعيات اللي مدعومة من الكيان الأزرق. أقول لكم انتبهوا، أنتم في حالة حرجة جدا، وهذا جايين يأخذون أموالكم وجايين يستوطنوكم والله العظيم.